انظر طلع بالشاشه. بعد اذنك يا استاذ جورج، انا زعلان منه. ايه بس معلش. ده مين؟ ده مين ده اولا؟ احمد ابني بس صورته. طيب ابنك بدك تمشي مش هتشوفه؟ بس هو مزعلني والله. طيب بس تمشي هيك بتسيبني؟ بس تسمح سيادتك. لا مش ولو انا انت ضيفي. لا انا هتوكل على الله. انت ضيفي يا ابو احمد. مزعلني والله. طيب خليني اقول لك شغله. انا زعلان منه. اسمع بعد اذن سعادتك يا ابو احمد. لا انا همشي، توكل على الله. ولو هو مزعلني بصراحه، هو الكبير ومزعلني. طيب بس انا ما لي كرامه عندك؟ انا تحت امر سعادتك. خليك اقعد شوي، بدي احكي انا وياك شوي. معلش ما نحن اولادنا بيزعلونا منه يعني. معلش بس انا ضحيت كتير عشانه هو ما. خلص اذا بدك بنقفل الشاشه، بس اقعد بدي احكي انا وياك شوي. تحت امر سعادتك. شوف الاحوال بمصر حاصل ايه. اتفضل يا سيدي. هذا الشاب لك 3 سنوات انت ما شفته. هو مزعلني من 3 سنين بالظبط. من 3 سنين من 2011. تعرف هو يعني طلب، حب انه ادعوك لانه عزت عليه الدنيا انه 3 سنوات وابوه زعلان منه. انا اتحكم حضرتك وانا تحت امر حضرتك. نعم هو بعت لك رساله بدي اقرا لك اياها. تحت امر سعادتك. خليك معي. بيقول لك ابي الحبيب، قرأت ذات مرة أن الابن سر أبيه، وقرأت حديثا شريفا فيما معناه أنت ومالك لأبيك. ثم استرجعت ما فعلت معك فوجدتني ابنا عاقا لم يقدر ما فعله معه والده من تضحية، ووجدتني يا أبي أبكي بيني وبين نفسي لأنك غاضب عليه. أبي الحبيب، أنا ابنك وأحمل اسمك وأعرف أنني أخطأت، لكنني لم أكن أقصد ألا ألتزم بوعدي معك. وخالف جميع الوعود معي. لك فقط هي الظروف والالتزامات التي جعلت مني طفلا أمامك وأمام نفسي، وأنا الذي كنت أتمنى أن أكون كبيرا في عينك. أنا آسف يا أبي الغالي، آسف على ما فعلت ونادم عليه، وأعرف أن قلبك كبير وأنك ستسامحني، وكفانا يا أبي 3 سنوات من الفراق. وحشتني والله يا أبي، وقد اخترت أن آتي إلى هذا البرنامج لكي يرى الجميع اعتذاري، يعني شوفوا أمام الملايين، لكي يرى الجميع اعتذاري لك على ما فعلت، وليكون درسا أظل أتذكره طيلة حياتي، آملا ألا يفعل معي ابني ما فعلته أنا معك. سامحني يا أبي الحبيب، ولن أكرر ما فعلته مرة أخرى، ولنفتح صفحة جديدة والمسامح كريم. المشكلة يا أستاذ جورج مش في المصالحة والسلام وكده، المشكلة إن هو أخلي بالتزامات كبيرة وجسيمة، هو التزم وعدي بيها واديته الاختيار، وشال المسؤولية مكانه أخوه اللي في تانية كلية أصول الدين. تخلى عن التعليم عشان يصرف. الموضوع بإجازة يا أستاذ جورج. نعم. ده الكبير طالب إنه يتجوز. نعم. البيت اللي انا اشتريته سنه ما انا اتجوزت سنه 89 صغير، في قطعه ارض عندنا تانية بنيناها ومش كملناها البناء. نعم. تعالى يا احمد، تعالى يا محمود، تعالى يا محمد. الصغير محمود في اولى ازهر اعدادي، صغير طفل، ودايما غلطه الاباء بيتحملها الابناء. نعم. والابن مش بيدركها في الوقت الحالي، بيدركها بعد 20 30 سنه لما الاب بيموت او اذا كان عايش، يقول والله يا ابويا غلط انه بعد ديا وضحى بديا وضيعنا وخلافه. فعشان كده الديمقراطي تعالوا يا اولاد بحطهم تحت ايدي. نعم. صدري رحب. ايه رايكم نعمل ايه؟ استاذ احمد انا بحكم سيادتك. نعم. نعم يا احمد انا بنيت الهيكل الخرساني ده عشانك انت، وبناء على كده تعالى يا احمد انت هتختار مصاريف البيت ومصاريف الحياه هنا
ولا تشطب البيت اللي انا عامله لك؟ قال يا بابا انا اللي ربنا يبعته لي هديه لمامتي وهي تصرف على البيت، وانت شطب لي البيت. حاضر. رحت جبت كارد على مرتبي، اول دفعه 30,000 جنيه. عمنا احمد التزم شهرين 3 وبدا يعمل جمعيات بعيد عني ويتخلى عن المصاريف. محمد اللي في الكليه اللي الوصول يروح الكليه، تمام حضرتك، هو لو بيحب اخوه وبيحب ابوه وعنده ولاء لنفسه وليا ولاخواته كان يقول لا حماده ما يطلعش من التعليم. تمام حضرتك. محمد اتحمل المسؤوليه في وقت اشتغل، بيشتغل كهربائي وبيبلط سيراميك. نعم، بس عشان يصرف على طالب البيت. في الكليه. طالب في الكليه. انا مرتبي اتراهن للبنك نعم لمده 7 سنين. فحرام عليا ان انا دي لبسني في الحيط ولا مؤاخذه يعني، معلش في التعبير. على انا ما بعرف. واضح بفهمك. بالمصداقيه. افهمك يا ابو احمد. انت معايا سيادتك؟ ينفع؟ لا ما بينفعش. يعني لو بيحب اخوه سيبني منني، ما بينفعش. والعمل اللي قام فيه عمل طائش وعمل غير مسؤول وعمل لا يجوز. تخلى عن الجمعيات دي يا احمد والتزم، وان شاء الله انا هجوزك ان شاء الله. والمصمم جاب لي اصحابه وجاب لي ابهات اصحابه وضغط عليه، قلت لهم لا خلاص احمد بالنسبه لي انت، لان كنت بعمل ده كله عشان خاطر هو. نعم. وكنت معرض ان انا اخش السجن. تمام حضرتك. فده انا بعمل لمين؟ هو خد صحتي. وسيادتك اب وكلكم ابهات وعارفين كيف اخذ صحتك؟ طبعا شجيت على مربيته، شجيت على ايه طبعا. يا احمد سمعت الكلام انت مش كده؟ قل له للوالد جاي تقوله. عايز اعتذر له وارجع لاهل بيت وارجع لابويا وامي واخواتي ونفسي وانا من ايده دي لايده ديت، واللي هو عايزه اعمله له. المشكله مش في الاعتذار يا استاذ جورج، المشكله في الالتزام. طب خليك شوي، اقعد شوي، خليك جالس، ما تتعب نفسك، خليك قاعد. والله انا مستانس فيك، مش ما تسامحه، بس اقعد. ان انا امشي يعني. لا حتمشي معك كل الوقت تمشي، بس خليك شوي، لحظه صغيره بس، لحظه صغيره بس، خليه يحكي، خلينا نعطيه فرصه يحكي. تفضل كمل. انا اللي عملته دوت كان غصبا عني، مش هو ما عرفنيش الكارد اللي هيوصل ل7 سنين. هو قلت له انا عايز اتجوز، عايز انا بعد ما خلصت الجيش وانا هكره الجواز، مش ورايا حاجه ان انا اتجوز بس انا ما عرفنيش ان الكارد هيطول 7 سنين. طيب لو عرفك يعني ايش كنت قعدت اشتغلت وبقيت؟ يعني انا اشتغلت وكنت ملتزم، قعدت 3 سنين ملتزم طيب ما قال الوالد انه اخوك محمد ترك مدرسته وكليته وعم بيشتغل بالسيراميك وعم بيشتغل كهربائي ومش عارف ايه حتى يدفع عنك انت الفلوس اللي لازم تدفعها. التزامات الحياه. التزامات الحياه. انا لما قال لي قلت له انا عايز اخطب، قال لي لا ما فيش خطوبه لما بعد ال7 سنين. طيب بعد ما اخلص القرض. بس ورطته لابوك، ورطته بقرض وعلى 7 سنين وكمان معاشه مرتبه يعني محجوز للبنك. اعمل ايه؟ انت مسؤول ولا لا؟ انت شاب مسؤول؟ المحرج له نفسه ارجع له، نفسه يرضى عنا. انا بعت له ناس كتير وما رضوش. طيب هلا حاليا انت شو بتعمل حاليا؟ بتشتغل؟ انا بشتغل. شو بتشتغل؟ بشتغل في شركه في العاشر. وعندك معاش؟ معايا متأمن عليا شو بتعمل بمعاشك؟ مرتبك شو بتعمل فيه؟ مرتبي 1200 جنيه. بس شو بتعمل فيه يعني؟ وين بيروح؟ وين بتصرفه؟ لا ماشي في جمعيات، يعني بكفي مصاريفي والباقي الفلوس بيعين لنفسه. بمشي في جمعيات. عنده اولاد؟ عنده عائله؟ انت تزوجت؟ لا يا باشا. لا ما اتجوزت. ما تزوجت؟ طيب ابو احمد سمعنا كلامه، ما في شك انه ارتكب خطا، وبتعرف الاولاد يعني مش بس بتربيهم صغار، بس بيكبر همهم لما بيكبروا. لما بيكونوا صغار، لما يكبروا لما بيكونوا صغار ما فيش هم عليهم، بيكبروا لما فعلا. بس هل نتخلى عنهم يا ابو احمد؟
ما انا قلت لسيادتك يعني الموضوع مش موضوع يعني خليك انت مكاني، يعني انا بشفق على محمد ان هو شال مسؤوليه في وقت ان هو مش مطلوب منه انه يشيلها. على راسي، بس هذا الولد احمد اخطا، غلط. هل في حدا منا معصوم من الغلط؟ حاشا لله. طب غلط واجا بعد 3 سنوات وحزين وتعيس وكئيب ونادم، اجا يعتذر منك ويقول لك سامحني يا بابا. فانت عندك هالقلب وهالحنان انك تسامحه ولا لا؟ يا باشا انا قلت المعليك في الاول، انا برتضي سيادتك حكم، معلش يعني. اذا ترضيني حكم؟ طبعا، ما انا ما حكيت لسيادتك الدور ازاي. انا بشكرك، يعني خليك انت مكان سيادتك. انا بشكرك على ثقتك ومحبتك. طبعا كلنا عنا اولاد. طبعا. انا بقول انه انت من حقك تزعل ومن حقك تعاقب. تعرف اني في لحظه خليني اكلمك انا. ومن حقك انه تعاقبه، ده ابنك انت ربيته. بعدين احيانا نحن مسؤولين ايضا عن التربيه، بنربي اولادنا، اللي بيصدر عن اولادنا بعدين نحن مسؤولين عنه، لانه دي تربيتنا، انت هيك ربيته. فكر بقى، انا بتحطني مكانك، انا بقول انه ايه، بقاطعه وبزعل منه وما بعود استقبله وبعاقبه، بس بعاقبه شهر، بعاقبه 6 أشهر، بعاقبه سنة وسنتين، صاروا 3 سنين. أنا بقول خلص كفى. يعني العقاب لو دخل السجن كان اجى القاضي قال له اخرج من السجن بعد 3 سنوات. بعد اذن عليك انا ما ضغطتش عليه في الاختيار، هو اللي الزم نفسه بكده، يجي يتخلى واخطا. في حدا لا يخطئ، من منا لا يخطئ، جل من لا يخطئ، جل من لا يخطئ. فانت الان سمعناه لاحمد وانا شايفه ما بيعرفش يعبر كثير، ما بعرف، بس حاسه انه جاي بعاطفي بس مش عارف يعبر كثير. انا عم بعبر عنه لساتك شايف، وانا بقول لك انك يعني كرمتني بزيارتك للاستوديو. شكرا، شرف عظيم وشكرا. سالتني رايي، بقول لك انه عقاب 3 سنوات كفى. ان شاء الله يكون تعلم وان شاء الله تقدر تسامحه. هل انت مستعد تسامحه؟ طالما سيادتك حكمت في كده، انا في البدايه يعني استحكمت سعادتك واسترضيت يعني الله يخليك ويحفظك. الله يحفظك ويخليك. الله يخليك. سامحته، والمسامح كريم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. بضل ابنك، شرف عظيم، بضل ابنك وبتشكرني. خلاص يا ولد. يلا بنروح سوا. خلاص احمد، تعال احمد، تعال بنروح سوا. تعال خلص. تسمع كلمة الوالد. الحمد لله. شكرا لك، وشكرا يا حج، شكرا على مجيئك. انا بتشكرك. يلا خذوا معك وخذوا للوالدة، بتكون امه مشتاقت له. من هنا احمد، من هنا. يعني شايفهم بجمهورنا في كثير ناس عم بيمسحوا دموعهم، يعني فعلا مؤثرة، مش سهلة. قديش كان زعلان الوالد، قديش كان زعلان وغضبان، حتى مش حابب يشوفه، وهكذا فتح الستار وحضنه، وشوفوا بأي حنان وبأي محبة. هذا هو المسامح كريم. شكرا.